أهلين، كيفكن؟ اليوم يمكن مو أول ما تفتحوا الفيديو حسيت إن في شي مختلف. وإيه الفيديو اليوم مختلف؟ ما بدي بلش مثل كل مرة، وما بدي حاول غير إحساسي مشان الكاميرا، وما عندي حكاية صارت وبدي أحكي لكم إياها، وما عندي أحداث. اليوم بدي أحكي معكم وبس. في كلام من فترة عم فكر فيه، وكل مرة كنت أقول مو هلأ، يمكن بعدين، يمكن لما أكون جاهزة أكتر، يمكن لما أعرف شو بدي أقول بالضبط. بس اكتشفت إنه إذا ضليت أستنى لحتى أعرف رتب كل شي جواتي يمكن ما أحكي أبدا. لهيك قلت اليوم بفتح الكاميرا وبحكي مثل ما الكلام بيطلع، بدون ما أحضر كل جملة، وبدون ما أحاول خلي كل شي يبين مرتب، لأن مو كل شي جواتنا بيكون مرتب. وأول شي بدي أقولكن إياه، أنا بعرف إنكم متعودين تشوفوني بطريقة معينة، متعودين على لانا اللي بتضحك كتير، اللي بتحكي كتير، واللي عندها دايما شي تقوله، واللي مهما صار معها بترجع بتكمل. ويمكن هذا الشي خلى كتير ناس يفكروا إنه لانا دايما بخير. ويمكن أنا كمان ساعدتكم تفكروا هيك، لأن ما كنت راح أحكي، كنت خلي كل شي إلي، وكل ما يجي وقت أحكي أتراجع. مو لأنه ما بثق فيكم، ومو لأنه ما بدي أقرب منكم، بس أوقات الواحد نفسه ما بيعرف من وين لازم يبلش. في أشياء بتكون واضحة، بتعرف شو صار، وبتعرف ليش زعلان، وبتعرف شو بدك تقول. وفي أشياء تانية بتتراكم شوي شوي، يوم ورا يوم، موقف ورا موقف، فكرة ورا فكرة، وانت كل مرة تقول عادي بتمرق، وبعدين بتمرق فعلا، بس بيضل منها شي صغير جواتك، وبعدين بيجي شي تاني وبتقول كمان عادي، وبعدين شي تالت، لحد ما يجي يوم وما بيكون صار في شي الكبير، بس بتحس انك تعبت وما بتعرف حتى من شو. وهالشي يمكن أصعب من إنك تعرف السبب، لأن لما تعرف السبب بتقدر تحكي عنه، بس لما يكون في 100 إحساس الصغير فوق بعض، شو بدك تحكي أول شي؟ منين بدك تبدأ؟ وأنا كنت بهالمكان، كنت بعرف إنه في كتير حكي جواتي، بس ما كنت بعرف شو أول كلمة، وكنت كل مرة أفكر إني لازم أحكي، أقول لا خليها لبعدين، يمكن بكرة أكون أحسن، يمكن الأسبوع الجاي ما عاد أحس بهيك، يمكن كل هالشي يروح لحاله. بس مو كل شي بيروح لأننا تجاهلناه، في أشياء بتضل موجودة حتى لو ما حكينا عنها، حتى لو انشغلنا، حتى لو كملنا يومنا طبيعي، ويمكن اللي حواليك ما ينتبهوا لأنك ما قلت شي. وهون في شغلة فهمتها متأخر، الناس بتشوف اللي منفرجيها إياه. إذا كل مرة حدا سألني كيفك وقلت منيحة، شو لازم يفكر؟ أكيد راح يصدقني. وإذا كل مرة حسيت إنه في كلام بدي أقوله وسكتت، كيف بدي أزعل لأن ما حدا سمعني؟ ما حدا بيعرف شو جواتي إذا أنا ما فتحت الباب ولو شوي. بس بنفس الوقت مو دايما سهل تفتح هالباب، مو دايما سهل تقول أنا مو مثل ما أنت شايفني. أوقات بتخاف إنك إذا بلشت تحكي ما تعرف توقف، وأوقات بتخاف إنك ما تعرف تشرح، وأوقات بتخاف إن اللي قدامك يفهمك غلط، وأوقات ما بدك حدا يشفق عليك، أنت بس بدك حدا يسمعك. وهالفرق كبير. أنا ما فتحت الكاميرا اليوم مشان حدا يحزن علي، وما بدي منكم تطلعوا من الفيديو وانتوا حاسين إنه لانا بدها شفقة، أبدا. أنا فتحت الكاميرا لأن حسيت إنه إذا انتوا عم تشوفوا جزء من حياتي، فيمكن لازم مرة تشوفوا هالجانب كمان، الجانب الهادي اللي ما في أحداث، اللي ما في شي كبير عم يصير، بس في كلام كتير، وفي إحساس يمكن ما بينشاف، ويمكن عنوان هالفيديو بيحكي كل شي. الكل كان شايف ضحكتها، ما حدا كان شايف جواتها. وأنا لما فكرت بهالجملة وقفت عندها كتير، لأن أوقات فعلا منشوف الإنسان من برا ومنقرر شو حاسس من شكله، إذا عم يضحك مبسوط، إذا عم يحكي مرتاح، إذا عم يشتغل أموره منيحة، إذا عم ينزل فيديوهات معاناته، كل شي راح يرجع طبيعي. بس مين قال إنه الإنسان لازم يبين عليه كل شي؟ ومين قال إنه لازم إذا كمل حياته معناته نسي كل شي؟ ومين قال إنه إذا رجع يعمل الأشياء اللي بيحبها معناته صار 100% مثل قبل؟ يمكن هو بس عم يحاول،
ويمكن المحاولة نفسها بتاخد منه طاقة كبيرة، ويمكن في أيام بتكون سهلة وأيام تانية لا. وأنا بالفترة الأخيرة كنت عم حاول مو أكتر، كل يوم شوي. ويمكن بالنسبة لحد عم يشوف من برا هذا الشي بسيط، بس بالنسبة إلي كان مهم إني أرجع أفتح الكاميرا، مهم إني أرجع أحكي معكم، مهم إني أرجع أفكر شو الفيديو الجاي، مهم وإني اليوم أقدر أقعد قدامكم وأقول مو كل الأيام كانت سهلة. هاد كمان مهم، لأن قبل يمكن كنت راح أقول لا ما في داعي، خلي الفيديوهات كلها عادية، ما حدا لازم يعرف. بس ليش؟ أنا مو مضطرة أحكي لكم كل تفاصيل حياتي، وفي أشياء أكيد راح تضل خاصة فيني، بس بنفس الوقت ما بدي أعطي صورة إنه الإنسان لازم يكون قوي كل ثانية، لأن حتى كلمة قوي صرنا نفهمها غلط أوقات. القوي مو اللي ما بيتعب، ومو اللي ما بيحزن، ومو اللي ما بيسكت، ومو اللي بيحتاج وقت. يمكن القوة أوقات إنك تعرف إنك محتاج تهدى، إنك ما تجبر حالك إنك تعترف إنه مو بأفضل أيامك، وإنك رغم هالشي تكمل شوي شوي بدون استعجال. وأنا عم أقول هالحكي الكن، بس يمكن جزء منه عم أقوله لحالي كمان، لأن يمكن أنا كمان كنت محتاجة أسمعه، إنه عادي ما أرجع بكل طاقتي بيوم واحد، عادي أخد وقتي، عادي يكون في يوم بدي أحكي فيه ويوم ما بدي، عادي يكون في فيديو لطويل وفيديو لقصير، وعادي حتى إني أقول اليوم ما عندي شي غير إني بدي يكون معكم، وهالشي كفاية. تعرفوا شو أكتر شي فكرت فيه قبل ما أعمل هالفيديو؟ فكرت يا ترى راح يفهموني ولا راح يقولوا شو فيها لانا، ليش حكيها اليوم مختلف، ليش هادية؟ وبعدين قلت حتى لو سألته هالأسئلة عادي، لأن هذا أنا اليوم، مو لازم كل مرة أطلع بنفس الشكل، ومو لازم كل فيديو يحمل نفس الإحساس. أنا اليوم بدي أكون هادية وبدي أحكي بصدق. ويمكن هذا الفيديو ما يكون أكتر فيديو فيه أحداث، بس يمكن يكون من أكتر الفيديوز القريبة مني، لأن ما في شخصية عم تحكي بدالي، وما في قصة عم تخبي الكلام. أنا اللي عم أحكي معكم، وفي شي بدي أسألكن إياه، مو لازم تجاوبوه إذا ما بدكن، بس فكروا فيه. قديش مرة قلتوا أنا منيح وإنتم مو متأكدين إنكم منيحين، مو لأنكم عم تكذبوا، بس لأن هاد أسهل جواب. حدا بيسأل كيفك بتقول الحمد لله منيح، وبيكمل طريقه وإنت بتكمل طريقك. بس يمكن لو السؤال كان كيفك عن جد، كان جوابك راح يكون مختلف. يمكن تقول ما بعرف، وصدقوني ما بعرف جواب. مو لازم تعرف كل شي، مو لازم يكون عندك تفسير لكل إحساس، مو لازم تقول أنا زعلان بسبب 1 2 3. يمكن فعلا ما تعرف، يمكن بس تقول حاسس إني محتاج وقت، وهالشي كافي. وأوقات كمان نحنا بنكون عم نستنى حدا ينتبه إلنا من حاله. قول إذا بيحبني راح يعرف، إذا مهتم فيني راح يلاحظ، إذا بيعرفني عن جد راح يحس. بس الناس مو جوات راسنا، حتى أقرب الناس إلنا مو دايما راح يعرفوا. ممكن يشوفوك ويعتقدوا إنك تمام، مو لأنهم ما بيهتموا، بس لأنك فعلا عم تبين تمام. وهذا الشي خلاني أفكر، يمكن بدل ما استنى الناس تقس، أنا كمان لازم أتعلم أحكي. مو كل شي، بس اللي بقدر عليه أقول اليوم تعبانة شوي، اليوم بدي هدوء، اليوم ما عندي طاقة، اليوم بدي بس حدا يسمعني بدون شرح طويل، بدون تبرير. وبدي أقول شغلة لأي حدا عم يشوفني هلأ وحاسس إنه هالحكي قريب منه، إذا في شي تقيل عليك ما تضطر تحمله لحالك. احكي مع شخص بتثق فيه، من أهلك أو شخص كبير بتثق فيه، أو حدا قريب منك بيعرف يسمعك. مو لازم تستنى لحد ما يصير الحمل أكبر. وأنا بعرف إنه الحكي أوقات بيكون صعب، بس أول جملة هي الأصعب، بعدها يمكن كل شي يصير أهون شوي. أنا اليوم ما بدي أعطيكم درس، ولا بدي أطلع بالنهاية أقول والعبرة من الفيديو هي لا لا، لأن هذا مو درس، هذا حديث بيني وبيناتكم، وهذا الشعور مثل ما انتو تحسوه. ويمكن كل حدا راح يفهم منه شي مختلف. حدا يمكن يفهم انه لازم يسأل عن شخص غايب عنه، وحدا يمكن يفهم انه لازم يحكي، وحدا يمكن يفهم انه لازم يعطي نفسه وقت، وحدا يمكن بس يسمعني ويحس انه مو الوحيد اللي مر عليه يوم كان في شي
كل شي ساكت جواته، وهاد كافي. وشكرا لكل حدا سمعني للنهاية، شكرا للي ما استعجلني، وشكرا للي كان موجود حتى وأنا مو موجودة، وشكرا لكل شخص بيعرف إنه أوقات الوجود لحاله بكفي. أنا لانا، واليوم ما حكيت لكم حكاية، حكيت لكم شوي من اللي كان جواتي. وبالفيديو الجاي منكمل على راحتنا خطوة خطوة. ديروا بالكن على حالكن، وديروا بالكن على القلوب اللي حواليكن، لأنه مو كل قلب تعبان بيعرف يحكي، مو كل شخص ساكت بيعرف كيف يطلب إن حدا يسمعه. وأوقات سؤال صغير بصدق أحسن من كلام كتير. شكرا لأنكم كنتوا هون. أنا لانا، وبشوفكن قريب. باي باي.